بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. السودان يحترق والدولة المصرية بتتحارب محاربة شرسة من أعداء الوطن والدين في الداخل وفي الخارج. الدولة المصرية يا جماعة محاطة بالمشاكل والأزمات من كافة الاتجاهات. من الناحية الشرقية العدو الأبدي للمصريين والعرب، العدو الصهيوني. من الناحية الغربية زي ما كلنا عارفين الاضطرابات التي تحدث في الجماهيرية العربية الليبية. من الناحية الشمالية ثروات البحر المتوسط اللي طمعانة فيها تركيا. ومن ناحية الجنوب الاضطرابات الأخيرة التي تطيح بالسودان الشقيق. لكن بعون الله الجيش المصري العظيم قادر على محاربة كافة الجبهات بفضل الله عز وجل. وتسليح الرئيس عبد الفتاح السيسي للجيش المصري في ال10 سنوات الأخيرة خلى إمكانيات الجيش المصري وقدرات الجيش المصري قادرة على المحاربة في كافة الاتجاهات. الجيش المصري العظيم يا جماعة مش جيش معتدي، لكن جيش يقدر يحافظ على مقدرات وثروات هذا الوطن. فيه مشاكل كتير في السودان الشقيق بين قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. لكن مصر بيهمها في المقام الأول أمن واستقرار السودان الشقيق، لكن الأمور شكلها كده مش هتظبط. وما فعله قوات ميليشيا الدعم السريع من اختطاف، مش هنقول اختطاف، يعني الجنود المصريين في قاعدة مروة العسكرية، الجيش المصري مش هيغفر لهم الجرم الكبير اللي عملوه في الجنود المصريين. بالرغم ان قائد قوات الجيش السريع حميدتي طلع واعتذر للجيش المصري وللقيادة السياسية، لكن القيادة السياسية والجيش المصري العظيم قادرة على الحفاظ على أبناء مصر في الداخل وفي الخارج. بنوجه رسالة للشعب السوداني العظيم، بنقول لهم الجيش المصري العظيم مش جيش معتدي، احنا ما بنعتديش على حد. وبص للتاريخ كويس قوي هتعرف ان الجيش المصري العظيم جيش بيتقي الله في شعبه، جيش بيحافظ على الأخوة العرب في كافة البلدان. الجيش المصري يا جماعة جيش مش معتدي، الجيش بيحافظ على الأشقاء العرب، الجيش المصري اللي بيهمه في المقام الأول والأخير أمن واستقرار المنطقة. لكن الجنود المصريين المحتجزين في السودان لو واحد فيهم جراله أي حاجة يعني مش هيكفينا يعني تدمير قوات الدعم السريع كلها. ليه؟ لأن ده كرامة مصر وجيش مصر، وبعون الله الجيش المصري يستطيع إن هو يسيطر على السودان كلها، مش على الدعم السريع بس، يعني في أقل من دقائق. ليه؟ لأننا بفضل الله عز وجل نمتلك أقوى الأسلحة، نمتلك أقوى الطائرات، عندنا قاعدة في البحر الأحمر، قاعدة برنيس الجوية وبحرية وبرية. لكن إحنا مش معتدين، إحنا في المقام الأول والأخير بيهمنا الحفاظ على سلامة وأمن الجنود المصريين. كل التوفيق للدولة المصرية، كل التوفيق للأشقاء السودانيين. بنتمنى إن ربنا
يسترها معانا ومعاهم، وإن شاء الله يعني الأمور تهدى في السودان. وبندعي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة إن هو يعني يحافظ على الشعب السوداني من الفتن في الداخل وفي الخارج. كل الشكر والتحية.